أعزائي مشاهدي قناة عجائب البراء. النهاردة هنكلم حضراتكم عن فيديو غريب وعجيب جدا، يعني بيؤكد أن ما يتم التعامل به في عالم الغابات وعالم الحيوانات هو قانون لا يطبق على أحد غيرهم. فنرى الحمار الوحشي بقدره وقوته الضاربة أيضا، أنه إذا تحرك برجله الخلفية قد يقوم بعملية كسر أو الفتك بالفريسة هو نفسه، أو عض من أنيابه. ولكن انظر إلى الاتحاد قوة إزاي الضباعة كلها بتحاول أن هي تتحد ضد هذا الحمار الوحشي حتى يسقطوه. يحاول الحمار الوحشي أمام حضراتكم أن هو يفتك بهذه الضباع ولكن دون جدوى. انظر، يحاولون أن بيدوروا على أبسط شيء وأرق شيء في جسم الحمار الوحشي. انظر حضرتك، الحمار الوحشي يحاول بنومته هذه أن يعمل عملية تمويه للضباع حتى لا يأخذون قيمته الضعيفة تحت بطنه ومن خلفيته. انظر حضرتك، يحاول الضبع أن يفتح جزء من جسم الحمار الوحشي، ولكن أعطاه الله عز وجل القدرة بجلد سميك وقوي غير قابل للضباع أنه هو يعدي أنيابه في جسد هذا الحمار الوحشي، وذلك من عظم وطلاقة قدرة الله عز وجل في هذا الكائن. انظر حضرتك، يحاولوا ان هم يرفعوا قدم من اقدام الحمار الوحشي حتى يأتون بما تحت بطنه ليكون ارق مكان يقومون بعملية الفتح وبداية الاكل. انظر حضرتك، يحاول منهم الضبع سمته الغدر والتلاؤم. انظر، وينظرون للحمار الوحشي الآخر أيضا الشارد الذي يحاول إنقاذ الحمار الوحشي الساقط بين الضباع ولكن دون جدوى، وأكنه يقول لباقي قطيعه كلمة الحقوني، ولكن انظر حضرتك، لكن دون جدوى. فالحياة غالية على الكل. شوف، غير قادرين ان هم يقتحموا هؤلاء الضباع، رغم ان الضباع ينظرون اليهم نظرة الخوف، وذلك بسبب كثرتهم فقط وليس قوتهم، لان الضباع اقوى، فهي من الحيوانات الشرسة التي قادرة على الفتك بالفريسة، ويستمدون قوتهم من باقي الحيوانات الشرسة. انظر حضرتك، قاموا بقلب هذا الحمار الوحشي والوصول إلى المنطقة الناعمة البسيطة في جسد هذا الحمار الوحشي، وقاموا بعملية فتح بطن الحمار الوحشي. انظر حضرتك، يحاولون إخراج أحشاء الحمار الوحشي من بطنه، وبالفعل أخرجوا أحشاءه، فأصبح الحمار الوحشي صيد ثمين وسهل ودون أدنى مقاومة من الحمار الوحشي، لأنهم أخرجون أحشاءه التي يقوم بالتنفس بها والمقاومة بها، وأعطاه الله القدرة بها، ولكن خلاص أفقدوا هذه القدرة، وأصبح يحاول أن يتنفس فقط، يحاول أن يستشعر الهواء فقط. ولكن انظر حضرتك، كلما اقترب باقي قطيع الحمار الوحشي لإنقاذ ما لهم ولكن دون جدوى، أخرجوا أحشاءه برا بطنه، يحاولون تقطيع أوصال شريانه وأحشاءه. استسلم هذا الحمار الوحشي، الله المستعان. انظر حضرتك، شوف
شوف حضرتك، ذهابا وإيابا على أحشاء هذا الحمار الوحشي. خرجت أحشاء الحمار الوحشي يحاول، وهذه خروج روح لا أكثر، ولكنه ذهب إلى بدون رجعة بالنسبة إلى روح هذا الحمار، وأخذوا بجلده، أخرجوه من جسده. هذا الشريد وحده بعيد عن قطيعه، يحاول أن يأكل بعيد عن قطيعه، ولكن باقي القطيع يأكلون في أحشاء الحمار وأخرجوها. سبحان الله العظيم. وإلى هنا نرجو من حضراتكم الاشتراك معنا في القناة